عارف الورقة اللي كتبتها امبارح بالليل وانت متسحر فول وجبنة وبيض وكتبت فيها كل أحلامك؟ زي إنك هتنزل الجيم قبل الفطار وهتمنع السكر تماما وهتكون هادي جدا وانت صايم وتخلص شغلك كله قبل الفطار. خد الصدمة بقى، انت مش هتعمل ولا حاجة من دول، لأن انت في اللحظة دي كان عندك إحساس بدوبامين عالي وشعور وهمي بالإنجاز لمجرد إنك عملت خطة، بس اللي انت ما تعرفوش إنك كنت بتحفر حفرة هتقع فيها تاني يوم العصر. مع بداية اليوم بيكون عندك باور وحماس عالي جدا، بس جسمك وعقلك اللي متعودين على رتم معين طول السنة فجأة اتعمل لهم شات داون للقهوة وللأكل. فاللي بيحصل على الساعة 2 الظهر الصداع يبدأ، وعلى الساعة 4 تبدأ تتحول، وأقل كلمة تعصبك وما تكونش شايف قدامك، وتيجي بقى بعد الفطار تدخل في غيبوبة وتخن، ولا رحت جيم ولا أنجزت شغل وكلت نص صينية الكنافة عادي جدا. وهنا بقى بتيجي لحظة الإحباط وإنك بوظت كل حاجة. بس ما تقلقش، المشكلة ولا فيك ولا في إرادتك، المشكلة في كمية المخ. في علم النفس اللي حصل ده اسمه فولس هوب سيندروم أو متلازمة الأمل الكاذب. مخك بيتحمس جدا لفكرة التغيير الجذري السريع، فبيخليك تحط خطط غير واقعية بالمرة. بس الحقيقة العلمية بتقول حاجة غير كده، إن الجسم بيكره التغيير المفاجئ وبيقاومه بشراسة. فمحاولة تغيير 5 عادات في يوم واحد هي وصفة مضمونة للفشل والإحباط. شهر رمضان بيكون أجمل 30 يوم في السنة، ولا هو سباق سرعة ولا مسابقة إنجازات. لازم تعرف إن المكسب الحقيقي إنك تختار على الأقل عادة واحدة بس وتستمر عليها، لأن النجاح في الاستمرارية مش في المثالية. قولي بقى، هتدخل رمضان عشان تكسب لقطة أول يوم ولا عشان تبني عادات تكمل معاك؟ أنا شهد شريف، واستنوا اللي جاي من واو لزد.